السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبائي في وصفة جديدة من وصفات عسولة. اليوم جبت لكم وصفة الكل يحبها. شكون اللي ما يحبش المحاجب؟ محاجب حارين وسخونين. إذن هنا المحاجب درتهم بعجينة مطاطية رائعة كما راكي تشوفي معي حبيباتي، ناجحين من أول تجربة. إذن أول حاجة نبدأ بالتحضير، نبدأ بالمقادير. أول حاجة نبدأ بالعجينة، نجيب 3 كؤوس من السميد المتوسط. إذا عندك سميد رقيق عادي راح ينجحوا به، المهم تكون نوعية السميد من النوعية الجيدة. نضيف لهم نصف ملعقة من الملح ونخلطوا الملح مع السميد، ونضيفوا 2 كؤوس من الماء الدافئ ونخلطوا جيدا حتى يدخل هذاك الماء كامل في السميد نتاعنا، وخلوهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة حتى يتشرب لنا السميد هذاك الماء مليح باه ما يعبلناش من بعد فدليك. هنا بعد ربع ساعة نجيبو نضيفوا له الفرينة بشوية، يعني رويدا حبة بحبة. أنا خضات معايا 1.4 كاس فرينة، كل وحدة والفرينة والسميد اللي عندها. كاين أنواع من السميد، يعني كاين سميد اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. المهم أنا دات لي هنا كي عبرتها دات معايا 1.4 كاس فرينة، طمت لي هذيك العجينة ورجعت تحصلت على القوام المتماسك يعني اللي نحتاجوه. كما راكي تشوفي معايا راني كل ما نلقاها مازالت شويه نزيد لها الفرينة كما راكي تشوفي معي حبيباتي. تحاولي انك ضيفي الفرينة كما راكي تشوفي معايا بعد اللي تحصلي على العجينة المناسبة. ايضا اذا حبيتي تدلكيها، اذا كنتي قادره تدلكيها بيدك جيدا. اذا كنتي مكش قادره ديريها في البيتران، خليها تدور مليح حتى ترجع ملساء، عجينه ملساء يعني تاع المحاجب مطاطيه كما راكي تشوفي معايا. واذا ما عندكش بيتران تدلكيها بيدك او تخليها ترتاح قليلا وتعاودي تدلكيها هكذا باش ما تجيكش صعبه في الدليك. اذا هنا نجيبو العجينه تاعنا بعد ما دلكناها مليح ووجدت وطرات، نديروها الى قراص صغار يعني خبازي صغار، ونديروها في صينيه ونغطوها ونخلوها ترتاح، ونروحوا نحضروا الشكشوكه اللي راح نعمروا بها المحاجب نتاعنا. انا عندي فلفل حلو مع بصل، جبتهم مع شوي زيت وخليتهم يذبالوا، يعني هنايا اختياري. اذا حبيتي ديريهم فقط بالطماطم مع البصل لك الاختيار. عندي هذه صلصة الطماطم اللي راني محضرتها معكم احبائي من قبل في فيديو سابق، راح نخلي لكم الرابط اذا حبيتوا تشوفوه في صندوق الوصف. نضيفها مباشرة كما راك شتي، نضيف معها عكري حلو، كركم وثوم. ايضا الثوم راني محضراته من قبل معاكم وراني دارته في المجمد. نضيفوا القليل من الملح حسب الكمية اللي راكي دايرتها الملح هنا، وتخليهم يذبالوا مليح يعني حتى يذوب هذيك الصلصة. اذا ما عندكش هذه الصلصة ماكش محضرتها تقدري تجيبي حبيبة طوماطيش ترابيها يعني مليح وتضيفيها مع المكونات، او تضيفي لها قليل من طماطم مصبرة، يعني كل واحد والرغبة نتاعه. انا ما نحبش نخدم بالطماطم المصبرة، يعني نفضل اني نخدم بهذا الطماطم اللي راني محضرتها من قبل وخدمتها بيدي وعارفه وشتا فيها. هنا بعد ما ذابت معك هذيك الطماطم حاولي تدخلي هذاك الخليط جيدا في بعضها وقرعي لها، خليها تنشف مليح من الماء. مهم انها تكون ناشفه من الماء باه من بعد ما تقطعلكش العجين كي تجي تعمريها في العجينه. يعني هنايا نجيبوا العجينه نتاعنا نكسلوها كما راكي تشوفي معايا. انا طريقه باش تكسلي لازم تسعفيها بصباعتك تدمري للبرا، يعني هنا كما راك تشوفي معايا تحكمي اصبعك وتبداي تدمري للبرا. شوفي العجينه خرجت ما شاء الله مطاطيه. هنا بعد ما كسلنا العجينه جيدا عمرناها كما راك تشوفي، نجيبو نطيبوها. شوفي هنا النتيجه روعه. هذه هنا درت 2 خبزات مسمن وباقي درتهم محاجب.
حبيت نوري لكم فقط انه هذه العجينه تقدري تخدمي منها المسمن وتقدري تخدمي منها ايضا المحاجب. هي عجينه ناجحه 100%. المهم نوعيه السميد تكون نوعيه جيده. وبابي كويسون هذاك اللي راني قطعتها على شكل مربع، راه فيه 20 سنتيم على 18 سنتيم فقط باش نعبر به الحبه نتاعي تاع المحاجب او المسمن، هكذا باش يطيحوا لي عبر واحد كامل حبات كيف كيف. هنا بعد ما طيبي المسمن تاعك روحوا حضروا المحاجب بنفس الطريقه. تكسلي العجينه كيما راكي تشوفي معايا بصباعتك وتجبدي البرة باه ما تقطعش معاك. تطويها الطيه الاولى كيما راكي تشوفي معايا وتضيفي الخليط نتاعك تاع البصل والفلفل. هنا خبزتين الولا ما درت لهمش الهريسه وباقي درت لهم الحار، يعني كل واحد واش يحب في البيت عندي. اذا طيبيهم بنفس الطريقه اللي طيبتي بها المسمن. شوفي النتيجه والله روعه. هذا المحاجب يخرجوا رائعين حبيبتي، معلي غير جربيهم. اذا وصلتي معايا حتى لهذا اللحظه ومازال ما درتي لي جيم، معليك غير ديري لي جيم، تفعلي الجرس، تابوني معايا دابا يلحقوا كل فيديوهات. ان شاء الله بربي تكون هذو لي فيديو اللي راني نديرهم معاكم يكونوا فيهم فايده. صدقوني والله راني نتعب باش نطلع فيديو كيما هذا، يعني ماشي نتعب كي نطيبه وانما نتعب باش نمونطيه ونطلعه فقط باش تشوفوا معايا. حبيت نوصل لكم كل الافكار تاوعي، كل الاشياء اللي نعرفهم. ان شاء الله بربي كل البنات اللي مش مشتركين معايا في القناه يشتركوا باش ان شاء الله بربي تكون هذه القناه مفيده لكم. الله كيما راكي تشوفي معي طريقه راني عاودت محبيتش نقطع الفيديو انما سرعته وعاودت لكم خدمت لكم شحال من خبزه خدمتها معكم هكذا باش تشوفي طريقه العمل، يعني طريقه كيفاش تكسلي وكيفاش تبعي. مالك تبعي الخطوات بالتفصيل كيما راكي تشوفي معايا اختي، تبعي الخطوات بالتفصيل وراح تنجحي فيهم باذن الله من اول تجربه. شنقول لكم احبائي، ان شاء الله بربي يعجبكم الفيديو، ان شاء الله بربي تعجبكم الوصفه واللي نقولها لكم مع السلامه في وصفه جديده من وصفات عسوله. ان شاء الله نتلاقاو في ساعه زينه. ادعوا لي ربي وندعيكم ربي اخواتاتي. الى اللقاء. اتهلاو فيا بالجيم والكومنتير. مع السلامه.